أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحصة قراءة جديدة، ومع هذه الآهة التي انطلقت من هذه الطفلة الصغيرة سنقرأ حلقة اليوم. ختان الإناث، عار، جريمة بربرية. سنرى معا قبل أن أبدأ مع ضيفي بعض صور هذا العار. الصورة الأولى وردة، طفلة في عمر الزهور، تبتر أو يبتر عضو منها تحت دعوة الطهارة، العفة، الأخلاق. الصورة اللي احنا هنشوفها دي والصورة اللي بعدها أعتقد إنها وصمة عار في جبين هذا الوطن. الطفلة لو ركزنا في وشها بتطلب النجدة، بتطلب الغوث، مش فاهمة هي متاخدة لهذه الجريمة تحت أي مسمى وبأي مبرر، وهل الأخلاق هي موجودة في هذه الجلدة أو بتخزن في جزء وعضو من جسد الإنسان كرمه الله؟ نشوف الصورة اللي بعد كده ونشوف دلالتها. بدور المنيا، ضحية من ضحايا كتير لختان الإناث. البراءة تتحول على أيدي الجزارين إلى ما يسمى بالطهارة، وهي في الحقيقة جزارة. الصورة اللي معانا اللي بعدها لها دلالة كبيرة جدا جدا جدا. احنا مش هنقول أسامي. الصورة اللي معانا لطبيب أستاذ كبير وعضو لجنة صحة، وكان يدافع عن ختان الإناث. تناقض رهيب، بيضرب القضية في مقتل عشان يثبت لنا واثبت لكم ان القضية قضية ثقافية، قضية اجتماعية قبل ما تكون قضية طبية. صورة العار الأخيرة هي وضعنا في العالم. يعني احنا الحقيقة ما بناخدش رقم واحد لا في كاس عالم ولا في يعني اقتصاد ولا لكن الحقيقة احنا احرزنا المركز الأول بجدارة على إفريقيا وعلى العالم. اللون اللي انتوا شايفين بيه هذه الخريطة، خريطة مصر، أكثر دول العالم إجراء لختان الإناث. بعد هذه الصور هنتقل إلى ضيفي دكتور عمرو حسن، مدرس واستشاري نساء وتوليد وعقم بجامعة القاهرة، المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، وصاحب الحملة المهمة حملة أنت الأهم. أهلا بيك يا دكتور عمرو. منورنا النهاردة في موضوع من أخطر الموضوعات اللي الحقيقة أنا مش عارف لغاية دلوقتي كل هذه السنوات بتمر وجريمة بربرية زي دي ما زالت بهذه النسبة المرتفعة. تقييم حضرتك ايه السبب؟ ايه المبرر انها لسه لغايه دلوقتي موجود؟ غالبا احنا شكلنا في درس قراءه بس مكتوب بلغه الشعب مش عارف يفهمها، فمحتاجين ان احنا نبسط الكلام مع الناس. خلينا نستعرض في الصور اللي انت وريتها لنا. انت قلت في مصر تحتل المرتبه العالميه. من الحاجات المحزنه جدا لما احنا بنذاكر في كتب الزماله البريطانيه اللي هي الRCOG، لما بيجي يضرب لك امثله بالبلاد العالم يتم فيها الختان، مصر رقم واحد، مصر، السودان، الصومال، اثيوبيا. ففعلا زي ما انت قلت احنا مشكلتنا دايما ما بنحتلش المراتب العالميه الا في الامراض زي الضغط، السكر، والقلب. بس ضيف عليها ان دي الضغط والسكر والقلب ممكن يبقى ليها اسباب، بينما دي حاجه انت بتعملها بايديك. التانيين يعني امراض، دي جريمه. امراض، بينما هي دي جريمه انت عاملها. صوره تانية كانت ملفته، البنوته اللي اسمها بدور. يمكن بدور دي كانت احنا في المنيا، اللي الناس ما تعرفوش ان بدور كانت لسه كانت بتحتفل ان نتيجه الشهاده الابتدائيه كانت طالعه وكانت طالعه من الاوائل. وفي اليوم ده راحت جابت حلويات. في اليوم ده اتعمل لها جريمه الختان. انا مش هقول عمليه الختان، هقول جريمه الختان. وماتت ساعتها. ويمكن بدور كانت هي بدايه التحول الاعلامي.
لان بعد قضيه بدور كان جورنال زي المصري اليوم الصفحه الاولى اتكلم عن بدور، وبدور كانت نقطه تحول في قضيه الختان في حاجه. ان بعديها ابتدت وزاره الصحه ونقابه الاطباء والازهر ووزاره الاوقاف يجرموا الختان، وطلعت كل التشريعات من 2008. فيمكن بدور كانت نقطه فاصله. يعني دايما بقول في شهداء صنعوا التغيير. يمكن في 2016 في واحده تانية هنتكلم عليها اسمها ميار ماتت في السويس وعملت تغيير برضو في القانون. بس دايما الحاجه اللي بتزعلنا ان احنا ما بنتحركش وما بنغيرش الا بعد ما في دم يسيل وبنوته تموت، ودايما كلهم بنات في عمر الظهور. يعني ميار دي كانت عندها 16 سنه، بدور دي كانت في الشهاده الابتدائيه. في تقدم في القضيه طبعا، في تقدم رهيب لان هو التوعيه بتفرق، بس لسه محتاجين شغل كتير. اصعب حاجه تغيرها الحاجه اللي الناس ورثها في دماغها. يعني الحاجه اللي في جمله كده يقول لك ايه، هذا ما وجدنا عليه اباؤنا واجدادنا. الناس لقت بيعملوا كده هيعملوا. مسلم مسيحي في البلد دي لقوهم بيتعمل كده هيعملوا. وانت لو سالته وقعدت تضغط عليه تشوف هو بيعملوا ليه، هو مش هيبقى عارف هو بيعملها ليه. بس يقول لك هذا ما وجدنا عليه اباؤنا واجدادنا. بس يمكن حتى في الجمله دي نقول الكفار لما قالوها بعديها باعمال العقل توصلوا ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما غيروا فكرهم اكتشفوا ان هو النبي وان هو. فيبقى حتى الكفار من زمان من اكثر من 1400 سنه لا ما قالوش هذا ما وجدنا عليه ابونا واجدادنا، كان ساعتها في اصنام بس باعمال العقل. سيدنا ابراهيم واعتراضه على الاصنام فكر عقل. فقال لك طب ما هو الناس بس لما قعد يفكر لا اكيد في ربنا وفي خلق. فيبقى واحنا دلوقتي في القرن ده الناس محتاجه ان هي تعمل عقلها. ده الناس بنحكي لك عن ناس اكثر من 1400 سنه او اقدم بكتير. احنا هنبدا بالمنطق، وانا تعمدت النهارده ان يبقى معايا الدكتور عمرو حسن عشان مدرس ماده اسمها النساء والتوليد والعقم. هل في المراجع اللي ذاكرها دكتور عمرو قعد يقرا فيها وعشان ياخد الدكتوراه ويترقى والى اخره حاجه اسمها ختان الاناث؟ دي المفاجاه اللي الناس بتدرسوها مفيش. يعني انا دلوقتي ممكن اقعد مع اي مواطن عادي افتح له من الكتاب اوري له يعني ايه ولاده طبيعيه واشرحها له وافهمها له كويس، وافهمه يعني ايه ولاده قيصريه ويفهمها كويس جدا مني. هاجي ادور في الكتاب كله عن حاجه اسمها ختان اقدر اشرحها لك مش هلاقي. فبالتالي لو في، ودي كارثه في مصر، ان انت عندك اسمها ظاهره تطبيب ختان الاناث. اللي بيعمل الختان في مصر دكاتره. طب انت العمليه اللي انت بتعملها دي دلوقتي انت جايبها منين؟ انت جايبها من دماغك. هي مش موجوده في الكتاب اللي انا بدرسه ولا اللي انا حتى لما بدرسه للطلبه مش موجود. احنا عندنا النساء في سنه 5 بدرسها للطلبه في القصر العيني مش موجود. فبالتالي العمليه تفاصيلها هتقطع ايه، هتسيب ايه، هتحف جامد ولا حاجه بسيطه. الكلام ده يبقى هو النقاش ده مش مطروح اصلا، مش مطروح طبيا، مش موجود طبيا. وحاجه ملهاش حتى في تعريف الختان. تعريف الختان اللي هو اخر تعريف اللي هو كان بتاع 2007 اللي هو بتاع WHO واليونيسيف والUNDP، ان هو قطع جزء او كل من الاعضاء التناسليه الخارجيه للانثى بدون داعي طبي. يعني مفيش اي داعي طبي وانت بتقطع لواحده جزء من اعضائها. ليه؟ الله اعلم. ممكن يبقى اسباب بقى في دماغ اللي بيعمل. الاجانب بيسموه ايه يا دكتور عمرو؟ هي نقول عليها FGM اللي هي تشويه الاعضاء التناسليه الخارجيه. يعني هو ما اسمهاش ختان، يعني حتى نقول ان انت يعني اسمها تشويه. هم بيسموها كده تشويه. انت شوهت الاعضاء التناسليه الواحده. هو ده مش ختان. يعني حتى نقول لو انت بقى هتقول ختان اقول لك ما تقولش عمليه، نقول للناس ما تقولش عمليه الختان، قول عليها جريمه الختان. اما هي لو عاوز تديها لفظها الحقيقي هي اسمها تشويه الاعضاء التناسليه للاناث. طيب هاخد كلام الشارع، هاخد كلام الست اللي كانت الدايه اللي كانت في المسلسل الجميل الرائع ذات، وهي بتاخد البنوته عشان تعمل لها هذا البتر التناسلي او هذا التشويه. انا متعمد ان انا اقول التشويه التناسلي للناس عشان هو ده الاسم الحقيقي اللي احنا عايزين يعني نقوله كتير في الحلقه ونعرفه للناس. بتقول لها عشان تريحي دماغك وعشان تكبر بسرعه. الحتتين دول بيتقالوا في الريف كتير قوي. تريحي دماغك يعني ايه؟ عشان ما تمشيش كده ولا كده وتلعب بديلها، فيبقى انت مريحه دماغك من هذا العار اللي اسمه الانثى. تاني حاجه بتقول لها بيكبر بسرعه، وده بقى بيتقال في الريف اصل الجسم المصري بتاع البنت بيفور بسرعه وبيكبروا بسرعه، فلازم نقطع لها هذا البذر او الكليتوريس عشان نخلص من المساله دي. عايزين نرد على الحاجتين دول بالمنطق الطبي. بالمنطق هنا فتحنا كذا سؤال.
هو العضو ده لو احنا ما قطعناهوش هل يا ترى ده ممكن يكبر زي العضو الذكري؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. انت مراخيرك ليها حجم معين، اكيد مش مع مرور الوقت مراخيري هتطول. تمام. فبالتالي العضو اللي احنا بنقطعه ده مش هيكبر ومش هيبقى زي الاعضاء التناسليه الخارجيه للرجاله. طب هل يا ترى هو في اي فايده طبيه مثبته؟ يعني البنت لما مثلا هنعمل لها تشويه الاعضاء التناسليه ده هيفيدها في حياتها، هيفيدها في الجواز، في الحمل، في الخلفه، في البلوغ؟ لا، ملوش اي فايده طبيه. طب هو بيحميها من الانحراف؟ لا. اللي الناس كتير مش فاهماها بيحميها من الانحراف دي عايزين نقف عندها شويه يا دكتور عمرو. هو بيحميها من الانحراف؟ لا. اللي بيتحكم في الرغبه الجنسيه هو المخ. اشارات جايه لك، شفت حاجه، سمعت حاجه، شميت حاجه، لمست حاجه. تمام. فبالتالي مش الحل ان انا اقطع للواحده جزء من اعضائها التناسليه. انت اتحكم، انت هتحط ايه جوه المخ؟ هحط ايه جوه المخ من اخلاق ومن فن ومن سياق ومن علم ومن تدين. هو ده اللي يقدر يحمي البنت. مش هيحمي البنت اللي قطعت لها جزء من اعضائها التناسليه، لسبب ان هي يظل في الاخر هي عندها مخها. شافت حاجه اثرتها هتبقى مستثاره، شمت حاجه، سمعت حاجه، ده لن يمنع الرغبه الجنسيه. يعني هل يا ترى البنت اللي احنا قطعنا لها جزء من اعضائها التناسليه ده يحميها؟ لا. في بحث قبل كده كنت قريته واتعمل في احد القرى المصريه. كانوا نزلوا في احد القرى وقالوا لهم ادونا الستات اللي شغاله في الدعاره. الستات اللي شغاله في الدعاره كلهم كانوا معمول لهم ختان. انه في القريه دي في الاخر كان كل اللي فيها بيتعمل لهم ختان. كان البنات العاديه والستات اللي ماشيين غلط كان بيتعمل لهم كلهم. يبقى اذا العفه والاخلاق ما اتخلقتش، ما اتعملتش او اتحكم فيها هذا العضو اللي مقطوع، لانه مقطوع. اللي عاوزه تنحرف هتنحرف. يعني لو جبنا واحده منحرفه وعمل بصيت عليها، لو هي من قريه كل اللي فيها بيتعمل لها ختان، هتلاقي برضو ان اللي انحرف. يعني الرغبه الجنسيه عشان الاب يلغيها يقطع راسها، ده هو ده الحل، يقطع راس البنت. لان المخ، هنأكد تاني، المخ هو مصدر الرغبه الجنسيه من المثيرات الخارجيه. طيب امال العضو ده ايه؟ العضو دي جزء من الاعضاء الخارجيه للانثى. يعني احنا عندنا حاجه اسمها كليتورس اللي هو البظر، بعد كده عندنا ده اللي بيتشال، ده اللي بيتشال، وبعد كده عندنا حاجه اسمها ليبيا ميجورا، وعندنا حاجه اسمها ليبيا مينورا، ده اللي هو الشفرتين اللي هي الصغيره والكبيره. احنا في الاف جي ام بيتشال كليتورس، ده اللي هو النوع رقم 1 اللي احنا بنشيل الجزء اللي هو البظر، ده اللي هو ماشي فيه الاعصاب. الاعصاب دي اللي هي يعني هو في اعصاب وفي دوره دمويه طبعا، كل حاجه، وهي زي العضو الذكري مثلا بتاع في اعصاب، وهو مسؤول عن ان الست اثناء العلاقه الجنسيه ان هي تقدر تحس بزوجها وتقدر ان هي تستمتع. طب والكلام ده مهم ليه؟ مهم ان انت للست لو شلت لها، قطعت لها الكليتورس او قطعت لها كمان في النوع الثاني ان انت تشيل لها جزء من الليبيا مينورا اللي هو شفتين صغيرتين، ده غير ان اللي فيهم غدد، الغدد دي مسؤوله ان هي تطلع سائل فتخلي العلاج يكون اسهل واريح وتحمي الواحده من الالتهابات. يعني جزء من اللي بيتقال ان هو لا، ده انت لو سبت الاعضاء دي هتعمل بعد كده التهابات. وبرضه من الحاجات اللي بيروجوها يقول لك ان الاعضاء هتحتك مش عارف بالملابس الداخليه فتخلي الواحده الاستثاره، او ان هي هتحتك بالملابس الداخليه فده بيعمل التهابات. كل الكلام ده يدل ان الواحد مش فاهم تشريح. يعني لو انا الرد ده بتاع الملابس الداخليه يبقى معنى كده ان انا امسك الرجاله برضو اقطع لهم جزء من طبعا، ده يبقى الراجل بقى يعني فعلا اولى. يعني لو هي دي نفس الفكره، لان هو في الاخر الملابس الداخليه انت بعد فتره انت مش حاسس بيها اصلا، يعني مش، فهي جزء ان هو هتحك بالملابس الداخليه وتعمل استثاره، الكلام ده مش موجود. جزء ان هو الكليتورس اللي احنا بنشيله ده هيأثر على الست اثناء العلاقه الجنسيه ازاي؟ الست مش حاسه بحاجه خالص. تخيل كده زي ما تقول عندك دش وانت شلت الريسيفر، انت مش شايف حاجه ولا سامع حاجه. طب هو ايه اللي هيحصل للست دي؟ اثناء العلاقه الجنسيه الست مش حاسه بحاجه، فبعد شويه جوزها بيعمل قصف، فيجي له احساس ان مراته ان هو عنده قصف مبكر، لان هو خلاص هو وصل وعمل قصف ومراته مش حاسه باي حاجه. هيبدا يسال كده علاج القصف المبكر ايه؟ الناس اصحابه هيقولوا ان احسن علاج للقصف المبكر هو الترامادول. هو بيساوي طبعا خطأ، يعني ان هو الترامادول. ولما يسال اكتر هيعرف ان الترامادول ما ينفعش يتاخد لوحده، لان الترامادول بيضعف صلابه العضو الذكري، فبالتالي لازم الترامادول يتاخد مع احد انواع المنشطات الجنسيه. فبالتالي في كومبينه معروفه في مصر، ترامادول بلس احد المنشطات الجنسيه. ولو سالنا كده في الصيدليات، لو سالنا المنشطات الجنسيه انهي اكتر فئه عمريه اللي بيشتروها، هيقول لك شباب عندهم 20 30 سنه. مستحيل شباب عندهم 20 30 سنه يبقى عندهم مشكله في الانتصاب، بس هي المشكله بتيجي ان الشباب بياخد ترامادول بلس المنشطات الجنسيه. هتكتشف بقى كارثه ان بلد محدوده الموارد زي مصر بتصرف مليارات
على شراء منشطات جنسيه وعلى شراء ترامادول. ترامادولات. فالراجل العلاقه الجنسيه فعلا هيعرف يطولها، وهتطول العلاقه الجنسيه، هيطول العلاقه الجنسيه، بس هيحتاج اكتر من الترامادول كمان. وجزء مشكله تانية العلاقه الجنسيه بقى لما بتزود قوي في الوقت، الست بعد شويه يبقى عندها وجع في ظهرها، ويبقى عندها دايما احتقان في الحوض، فيبقى بعد شويه تتحول العمليه الجنسيه لعمليه مؤلمه، عمليه بتطول وعندها احتقان في الحوض. العمليه المؤلمه دي هي ما قدامش الا حل من الاثنين، يا هتنفر من العلاقه الزوجيه وتبدا ان هي تهرب من جوزها وتلاقي اي حجج، فجوزها هو ده يا اما اللي هيبقى عنيف معاها ويضربها عشان يمارس حقه الشرعي، يا اما هو ده اللي هينحرف وهيبص بره وهيعاكس وهيتحرش ويدور على واحده تانية وثالثه ورابعه. ده يعني الزلزال بتاع ختان الاناث او التشويه تناسلي الاناث له هذه التوابع الكثيره من ادمان ومن يعني تخريب وتدمير للعلاقه. اذا احنا قدام حاجتين، رغبه موجوده واشباع غير موجود. قدامك اكل وقطعت لك قطعت الدراع واللسان، لا في تذوق ولا في اي حاجه، بس قدامي هذه الوجبه وانت قاعد تعبان، انت قاعد انت لسه جعان، انا ما ريحتكش خالص. انا يمكن اكمل لك الصوره في الستات. بعض السيدات كانوا بيجوا لنا في القصر العيني وهم حوامل، هي مدمنه ترامادول. فلما هي مدمنه ترامادول، فانا استغرب هي عرفت ترامادول ازاي وهي ساعات بتبقى حامل. تقول لي جزء منها ان هي الام الظهر الشديده اللي بتحصل لها مع تطويل العلاقه الجنسيه ومع الم دايما في المبايض بسبب احتقان في الحوض. لما تسال وجوزها يقول لها طب ما الترامادول ده مسكن قوي جدا، فهيخليها هي كمان تتعرف على ترامادول. فتخيل انت هتطلع جيل هيطلع شكله ايه، اللي الاب مدمن ترامادول والام مدمنه ترامادول. الاجيال الجايه اللي انت هتطلعها يبقى انت بقضيه صغيره زي الختان، لا ده انت ممكن تخلي ان الراجل بقى مدمن ترامادول، تخلي ان بلد محدوده الموارد بتصرف جزء كبير جدا من فلوسها على النشاطات الجنسيه وعلى الترامادول، تخلي ان الراجل ما يبقاش سعيد في العلاقه الزوجيه، فهو ده اللي هيروح بره هيتحرش، وهو ده اللي هيبدا ان هو يعاكس، وممكن ان هو يزني ويخش في علاقات جنسيه خاطئه. وده اللي يخلي الست ان هي مش مبسوطه وعندها الام مبرحه، فالالام دي تخليها ان هي قد تنفر من جوزها. في كتير جدا من الازواج لما تقعد تتكلم معاهم تلاقي ما فيش بينهم اي علاقه، هو بس جابوا الاطفال وخلاص بعد كده، لان هو الموضوع بالنسبه لها مؤلم او متعب او ملوش اي لازمه، فبتهرب منه وجوزها هو يبدا يشوف حاله هو هيعمل ايه. او ان الست نفسها تتحول ان هي تبقى مدمنه ترامادول. وقيس بقى زي ما قلت لك، قيس الجيل اللي هيطلع اللي الاب مدمن ترامادول والام مدمنه يعني ترامادول. البحث الزائف عن العفه والاخلاق انتهى الى انحراف اخلاقي. دي حقيقة. يعني احنا بدانا بوهم ان احنا نقول لا احنا عايزين نحافظ على الاخلاق، لا لابد من العفه، لابد ان احنا نحافظ على البنت من الانحراف. الكلام اللي قاله دكتور عمرو حسن انتهى بانحراف اخلاقي ونفور من العلاقه الجنسيه. ويا ريت يا عادل تجيب لنا الخريطه تاني، لاني هسال دكتور عمرو سؤال انطلاقا من هذه الخريطه اللي كان موجوده. احنا دلوقتي شايفين ان افريقيا مسألة ختان الإناث متركزة في أفريقيا، ومتركزة كمان في وسط أفريقيا ومصر والسودان، أوغندا، كينيا، وهكذا. لا أنا شايف، أنا مش هتكلم دينيا خالص، لكن أنا ملاحظ حاجة. السعودية، الجزائر، تونس، اليمن، ما يسمعوش حاجة اسمها ختان، ليبيا، أنا شايف أبيض. كل العالم الإسلامي ما عدا مصر والسودان والصومال أبيض خالي من الختان. حضرتك يعني رحت الدول دي أو حد جالك من هناك بيعرفوا حاجة اسمها ختان الإناث؟ واحنا كنا بنقعد نفكر يعني دايما ده سؤال الحقيقة يعني يتبادر للذهن، وبتقعد تسأله. حتى ساعات سواق التاكسي يسألك، فأنت محتاج إن أنا أفكر حتى في الردود بالنسبة لدين. نقول للناس ان هو الختان عاده افريقيه موجود في حوالي اكثر من 28 دوله افريقيه، ما يربطهمش لا لغه ولا دين. يعني تمام. في افريقيا في منهم ناس المسلمين والمسيحيين واليهود، وفي منهم اللي ليهم اديان احنا ما نعرفهاش. تمام. طب تعال نفكر بالعقل، لو هو الختان من الدين الاسلامي، طب ليه هو مش موجود في السعوديه؟ يعني لو انت ركزت كده هتلاقي السعوديه مركزين قوي مع الستات في حاجات كتير، الرساله ومهد الرساله، ومركزين في حاجات كتير. اشمعنى جم عند دي وسابوها؟ دي فكره. يعني في مظاهر دينيه فعلا وطقوس دينيه مركزين يعني قوي. يعني اكتر دوله ممكن تقول عليها المرجع الاسلامي بتاعك هو السعوديه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بقيت حتى دول الخليج ما عندهمش ختان. لو طلعت مصر فوق كده، جرب اسال عند بتوع مرسى مطروح او اسال بتوع سينا اللي هم فوق خالص، ما اسموش عن حاجه اسمها ختان. الختان جاي لك من تحت، من السودان، فاللي يعرفوا اللي هم الصعيد.
طب هتقول لي طب ما هنا في ناس في مصر القاهره بيعملوا، لا ما هم دولت اللي كانوا موجودين جايين لك من الصعيد، ولما جم هنا استوطنوا في القاهره قعدوا في الاحياء الشعبيه، قعدوا في سيدة زينب، تنتشر، فبقت تنتشر، بس هو في الاساس انت موجود تحت. بينما الناس اللي هي الاماكن اللي محدش هيروحها من محافظات تانية زي الواحات مثلا او مرسى مطروح او سينا، لو سالتهم يقول لك احنا ما نعرفش حاجه اسمها في ختان. مسيحيين مصريين بيعملوا ختان، وده الرد برضو ان انت في الصعيد المسلم والمسيحي هما الاثنين بيعملوا ختان. في بنات مسيحيات بيتعمل لهم طبعا، ما كل اللي موجود في الصعيد سواء مسلم او مسيحي هو بيتعمل له ختان. ولو انت ضغطت عليه ده رد يعني فعلا مفحم بقى. ولا وهو الرد الاوقع اللي هو اديني التفسير ليه السعوديه ما فيهاش ختان. مع ايه؟ لو احنا مقتنعين ان فعلا الختان الدين الاسلامي يبقى يا ريت اللي بيروج كده من الشيوخ يدعو السعوديه بقى للهدايه، يعني قصدي ان هو يقول لهم انتوا كده مفرطين في حقها. فاحنا موضوع الدين متشعب، ودايما هنا عاوزين نلفت نظر ومحتاجين نركز عليها اكتر كمان في جزء في التوعيه، ان بقول ان راي الازهر واضح وصريح في الموضوع ده، بس بيبقى عندك اراء تانية مسموعه. يعني راي الازهر اللي انا بشوفه في التلفزيون المستنير الواضح طبعا هو غير الراي اللي موجود في القرى والنجوع. الشارع المصري له مزاج اخر وبيستقي معلوماته من جهات سلفيه ووهابيه والى اخره. وحتى انت بتقول ان السعوديه ما فيهاش، يعني اللي حتى التيار الوهابي في السعوديه ما فيهوش. في الحقيقه المساله عبثيه، يعني نحن نعيش عبثا كبيرا اسمه ظاهره ختان الاناث بدون اي لا مرجع انساني ولا مرجع علمي ولا مرجع ما فيش اي نوع من انواع المرجعيه نقدر نعملها، الا انه عرف له سطوه شديده جدا جدا على اذهان يعني الناس. الستات الكلام العادي اللي انت بتسمعه منهم يا دكتور عمرو بيبقى زي ايه؟ الكلام العامي اللي بيتقال هو الكلام دايما اللي هي جمله هذا ما وجدنا عليه اباؤنا واجدادنا. هي مامتها عملت لها ختان، وانا دايما بقول ان اكتر واحده بتظلم الست هي الست نفسها. الام والجده، هي كل واحده بتورث تظلم اللي بعديها واللي بعديها، فهي تعمل ختان للي بعديها. فهي انت اديتها ربع معلومه، انت او اديتها معلومه مغلوطه، انت قلت لها والله ان الختان ده هو هيحمي بنتك فخلاص، فهي عاوزه العفه. او ان هو الراجل ممكن يكون قاعد في الجامع فسمع في الجامع ان الختان من الدين الاسلامي، او ان هو حتى مراته قالت له هنعمل ختان ولا ما نعملش، فلما راح سال الشيخ في الجامع قال له لا ده هو انت طبعا لازم ان احنا نعمل الختان. فيبقى محتاجين توعيه، وزي ما قلت لك هو ده مش دور الدكاتره بس، دكاتره واعلام ورجال دين، ان هو لازم الكل يوضح حقيقه ان هو الختان. انت عاوز ترد على المعتقدات، هل يا ترى الختان هو اللي هيحمي بنتك؟ لا. هل يا ترى الختان هو ده من الدين الاسلامي؟ برضه لا. طب احنا ليه الناس بتعمله؟ عارف انت حاجه بتعملها وبعد فتره ممكن تلاقي الناس نسيت هي ليه بتعملها اصلا. هو بس جزء منها موضوع العفه وموضوع الدين، هو دول اكتر حاجتين. بس موضوع الدين زي ما قلت لك رده ده ما بيعرفش يرد عليه. لما اقول لك اديني تفسير للسعوديه ما فيهاش ختان ما يعرفش يوجدوا لها راي. اما الراي العنيف هنا في مصر بتوع شيوخ الدعوه السلفيه لا، هو ان الختان من الدين الاسلامي. كنت لسه بحكي لك حتى قبل الهوا ان احد القنوات قالوا لي عاوزين نستضيفك، القناه الدينيه. قعدت عامل لي كان ريبورتاج ربع ساعه كامله مجمع كل اراء الدعوه السلفيه، كل لهم ان الختان. تخيل ان القناه دي موجوده على النايل سات، فمواطنين بسطاء مصريين في القرى قاعد بيتفرج ربع ساعه واخد جرعه رهيبه، والتاني ليه مصداقيه فظيعه طبعا. دي المشكله. الحقيقه اللي عاجبني في حمله انت الاهم او هذا الشكل من الاعمال الاجتماعيه، ويا ريت ايوه كمان نجيب الويب سايت او الموقع، يا ريت نبقى نكتبه في صفحه على الفيسبوك. في صفحه على الفيسبوك وفي ويب سايت. والويب سايت هل بترد يا دكتور عمرو؟ بنتواصل مع الناس، واي حد عاوز يتواصل. واحنا يمكن كل فتره بنعمل حملات من جوه انت الاهم افكار. يعني مثلا كان موضوع الختان ده كنا اخدناه في فكره كان اسمها قولي لا. كان ايه الحاجات اللي احنا عاوزين نستطيع ولا لا؟ كان قولي لا للختان، للتحرش، للحرمان من التعليم، الزواج مبكر. فكان الختان كنا احنا واخدينه جزء منه ان احنا فكره كامبين اللي هي قولي لا. ايه الحاجات اللي من حق الستات تقول لا، تقولي عليها لا؟ انت اتولدتي في المجتمع ده لقيته بيتعمل، لا انت لازم تقولي لا. الجميل بقى اللي انا بقول عليه دكتور عمرو حاططها في منظومه. يعني انا برضو شايف ان في اتجاه تركيز على الختان ختان 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 بس. الختان جزء من خلل ثقافي تجاه المرأة. مجتمع بيقهر هذه المرأة
صورة من صور هذا القهر هو ختان الإناث أو التشويه التناسلي للإناث. أنت فكرت توسع الدايرة انطلاقا من المسألة دي، ولا بدأت بالختان ولقيت أنه أهم حاجة وإن موضوع الزواج المبكر والتحرش والكلام ده مش مؤثر قوي؟ يمكن فكره انت اهم ابتدت معايا مش من الختان، ابتدت معايا من وانا جوه في القصر العيني، من وانا نايب نسا في القصر العيني. كنت دايما بشوف ازاي ان الفقر والجهل بيعمل مشاكل عند الستات، ويمكن في حاجات صحيه بسيطه جدا. يعني ممكن تلاقي ست جايه لنا عندها حاجه و40 سنه هتعمل مثلا عمليه استئصال رحم، فلما نقيس سكرها تلاقي سكرها في السماء 500. فاقول لها يا حاجه هو حضرتك مريض سكر؟ تقول لي لا والله يا دكتور، بس انا احتمال سكري عالي لما شفتكم. هي سكرها معليش لما شافتنا، بس هي عمر ما حد علمها ان في حاجه اسمها انك تقيسي، اعرفي رقمك، اعرفي رقم ضغطك، سكرك، كوليسترولك، وزنك. كنت اشوف واحنا في استقبال النساء في القصر العيني بنوته عندها 17 سنه جايه حامل وعندها حاجه اسمها بري اكلامسيا، يعني تسمم حمل وقاعده بتتشنج. اللي بتتشنج دي ممكن اقول لك ان هيجي لها نزيف في المخ، ممكن يجي لها كسور في الكلى، وتفضل طول عمرها يا تغسل الكليه يا اما ان هي تموت. فلقيت ان احنا عندنا ضعف في المعلومات وفي الثقافه، لقيت ان الفقر والجهل بيعمل مشاكل. فابتديت افكر، قلت طب ما احنا عاوزين نوعي الناس. فكان يمكن من اشرس المواضيع كان الختان. يعني انا رسمت البنت لغايه ما كبرت، قعدت اشوف ايه اللي بيحصل لها. شفت يمكن اول ظلم او اول عنف الست بتشوفه في حياتها هو الختان، ان وهي عندها 9 او 10 11 سنه بيمسكوها. يعني يمكن عبقريه الفيلم هنا ايه؟ تخيل احساس الصدمه النفسيه بتاعت واحده 2 بيكتفوها وبالعافيه بيقطعوا لها جزء من اعضائها. تخيل احساسها بمامتها ايه اللي سلمتها وبعتها، يعني كانت مامتها بتتكلم معاها وفجاه هي واحساسها بالمساحه دي. هذه المساحه هي مساحه الم مش مساحه متعه، اتحولت لالم. فقدان حتى زي ما قلت لك الثقه باقرب اللي حواليها، يعني مامتها هي اللي سلمتها بعتها. احساس الالم حتى ذاته، ان هي فجاه مره واحده بيتعمل لها حاجه من غير ما حد لا يسالها ولا هي عندها المعلومات الكافيه هي بتعمل لها ايه اصلا، فتفقد الثقه اللي في حواليها. فيمكن كان الختان من اول انواع العنف اللي الستات هتشوفه، ولما تكبر بقى هتشوف حرمان من التعليم، زواج مبكر، التحرش، وقيس بعد كده بقى اللي هي ضعف الثقافه الطبيه. طب طبيا انت شفت في الاستقبال او في العياده او في القصر العيني او توابع طبيه او اعراض بعد الختان؟ حاجه حصلت في قنوات فالوب، حاجه حصلت في الحوض، حاجه حصلت في العضو التناسلي الخارجي؟ هل في نوع من انواع التطورات اللي بتحصل نتيجه اجراء هذه العمليه طبيا؟ طبيا انت فيها مضاعفات اللي بتحصل في ساعتها. ممكن يحصل نزيف، يعني في حالات من البنات اللي كانت توفت من الختان كان بيحصل نزيف شديد وهي بتعمل الختان في مكان في بير السلم، فغير مجهز او ما فيش حد ان هو ممكن يقدر ان هو يقفل النزيف ده، فممكن النزيف الشديد ده يؤدي الوفاه. بالعقل كده المشرط اللي بيستخدم ده ما ده اكيد مش نظيف، من واحده لواحده لواحده، فممكن ينقل لنا فيروس سي وممكن ينقل لنا الايدز. فيبقى عندك النزيف الشديد، عندك ان احنا ممكن ننقل الامراض، ممكن ان ده المشاكل بقى في منها مشاكل ما حدش هيتكلم عليها، بس زي ما قلت لك انت لما بتشوف الحالات تقدر تربط النقط ببعض، اللي هي المشاكل اللي بتحصل في العلاقه الجنسيه، والمشاكل ان ليه في ترامادول منتشر جدا في مصر، فتفكر ان الناس بتاخد ترامادول عشان تطول العلاقه الجنسيه. طب انت ليه عاوز؟ عشان هو متوهم ان في قذف مبكر. ليه؟ عشان يقول لك ان مراته مش حاسه بحاجه. يعني كان في جمله عبقريه قبل كده اتقالت في فيلم عربي، قال لك انا حاسس اني متجوز ثلاجه. هي مش حاسه باي حاجه خالص. فبالتالي دي كلها مضاعفات في ناس مش هتعرف تكلمك فيها. يعني زي ما قلت لك اللي انت هتشوفه بعينك وهنسمع عنه اللي هو النزيف ده، نزيف او واحده ماتت ان هي في واحده اتجوزت بعد كبسه البن اللي بتحصل عشان توقف النزيف ده. بينما المشاكل اللي هي بتاعت الجنسيه دي مش هتلاقي حد هيتكلم عليها بالوضوح، هو كله المسكوت عنه وقافل الباب وخلاص. بس انت تقدر تربط هو ليه الراجل ده بيبص يمين وشمال وبيتحرش ودخل في علاقات خاطئه، طب وليه مراته بتنفر منه وبتهرب، وليه العلاقه الجنسيه بالنسبه لها بقت حاجه روتينيه بتحاول ان هي تهرب منها. يعني لو انت ربطت هو ليه بيحصل كده هتلاقي ان الختان اكيد ليه دور. اكيد في حاجات تانية ممكن ليها دور زي ضعف الثقافه اصلا الجنسيه، يعني الناس اصلا ما عندهاش معلومات طبيه، فده ممكن يؤدي لمشاكل. انت حتى خلي بالك ضعف الثقافه الجنسيه ممكن يؤدي لانتشار امراض، يعني الناس ما عندهاش اسس اللي هو السيف سكس، فممكن ان هو يحصل ينقل مرض من هنا لهنا، يكون ليه علاقه خاطئه فينقل المرض ده لمراته، فحتى ما يعرفش لما يغلط ازاي صح. يعني هو بيغلط بيغلط بس بيغلط وبغلط يعني حتى ممكن يغلط بس يغلط صح. فهو يعني ما فيش ثقافه طبيه وما فيش ثقافه جنسيه، هو ده اللي بيعمل لك المشاكل. فانت اسس الثقافه الطبيه مش موجوده عندنا في مصر. ليه؟ لان انت كلام ما خدناهوش في المدارس. يعني
لو انت مش دكتور مش هيبقى عندك المعلومات دي في مصر. كلام مش هتسمعه في التلفزيون، مش هتشوفه، مش هتاخده في المدرسه، باباك ومامتك مش هيتكلموك فيه، واحنا شعب ما بيحبش يقرا، فبالتالي المعلومات هنجيبها منين؟ فطبعا ده بيعدي ده بمعلومات خاطئه فبتنتشر. في شهر 12 كان اليوم العالمي للايدز، كان من اسوأ الحاجات في التقارير ان مصر من اعلى البلاد في العالم في الرايز بتاع الكيرف بتاع الايدز. ليه؟ عشان الناس ما عندهاش معلومات ازاي اسس السيف 6. احنا مخبيين الاحصائيات انت بتخبي الاحصائيات، ما طبعا هيعمل لك مشاكل. وجزء منه انك تلاقي الانال 6 بقى منتشر عشان البنت تحافظ على الفيرجينيتي، تحافظ على عفتها، فالانال 6 بيحصل اللي هو من خلال الشرج يعني. من خلال الشرج، فانت ابتديت تنشر الايدز بطرق مختلفه، وان الناس مش عارفه، انت قاعد تكبس تكبس تكبس، بس هو انت في احصائيات بتقول ان انت ماشي غلط، الاحصائيات بتقول ان انت مصر من البلاد اللي بتعلى فيها نسب الايدز. ليه؟ زي ما قلت لك عشان حتى اللي بيغلط ما بيبقاش عارف يغلط ازاي يعني، فبيغلط غلط. هرجعك هنا لنقطة الدين. حاجة كانت حصلت لما ابتدوا يضغطوا على موضوع الختان، وان الختان مش من الدين، وان هو لازم يبقى ليه سبب طبي، فهم لقوا ساعتها ليها مخرج لطيف قوي، وهو ده اللي عمل لها مشكلة في مصر. قال لك خلاص، قال لك احنا مش هنقول لك ان كل البنات يتعمل لهم ختان، بس لازم تاخد بنتك لطبيبه مسلمه ثقه وهي تقول لك يتعمل لها ختان ولا لا. فانت هنا فتحت باب للشيطان، الشيطان راح فتح باب طبعا اسمه تطبيب ختان الاناث. اللي بقى عيادته مش شغاله وعيادتها بتاع، واللي عنده عرف اجتماعي وتقليدي اكبر من مرجعه الطبي اللي ساعات بيرميه. فبيبقى كده تحولت انك ايه، خلاص انت بتقول لي انا اخد بنتي لطبيبه مسلمه، خد بقى كل البنات لطبيبات مسلمات، وكل البنات هيتعمل لهم برضه ختان. فانت حولت الظاهره من ان هي كانت بتتعمل عن طريق دايه، لما انت زنقت وقلت له لا ده الختان ملوش اسباب طبيه، قال لك طب خلاص يبقى ناخدها لطبيبه وهي اللي تحكم. يبقى ختان الاناث جريمه، سواء بالدايه، سواء بالطبيب، سواء بالممرضه، سواء بالطبيبه المسلمه، سواء بالاستاذ، كلها جرائم. لكن يمكن الفرق ما بين جريمه الطبيب وجريمه الدايه ان جريمه الطبيب بجوانتي بشياكه، لكنها جريمه في النهايه، هي جريمه بربريه، ولا بد ان يعاقب الطبيب عقابا شديدا. وده اللي هسأله الدكتور عمرو، الحكايه بتاعه التطور القانوني. حضرتك قلت في بدايه الحلقه ان في نافذه امل اتفتحت، ان شهيدتين القانون اتكتب الاولاني بدم بدور، وبعدين التطور الثاني اتكتب بدم ميار. نشوف بقى الوضع القانوني ايه عشان ننبه الناس برضه، لان في ناس مش عارفه حقها. في 2007 بدور لما ماتت كان عندهم مشكله، يعني مفيش قانون اصلا بيجرم الختان، طب هيتم ايه في دم بدور؟ فمن هنا طلع ساعتها القانون، والناس ساعتها انبسطت جدا بالقانون، بس اكتشفنا بعد كده ان القانون فيه عوار، ان القانون كان مخلي ان هي جنحه. فكون ان هي جنحه فكانت العقوبه غرامه ماليه بسيطه، او ان هي ممكن تبقى الحبس، والحبس مده برضه بسيطه لا تتجاوز 2 سنين. ومرت السنين 2008 و9 و10 و11 والجرائم شغاله، لغايه ما جت في 2016 البنت بتاعت ميار. ميار دي يمكن فيها كذا نقطه. ميار دي ماتت وهي جوه المستشفى، وكان بتتعمل على ايدين طبيبه، فده دايما الطبيبه دي هربت تقريبا، دي هربت راح تركيا، وساعتها يعني اللي اتمسك الام والطبيبه ما اتمسكتش. فانت هنا حتى موضوع ميار يفتح لك الباب، اهو اتعمل لها في مستشفى وعلى ايدين دكتوره وبرضه ماتت. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها ان انت لو اخدتي مثلا بنتك لدكتور هتحمي بنتك، او ان هو يحصل ختان بدون مضاعفات، لان نقول ان ما فيش حاجه اسمها ختان بدون مضاعفات، وما فيش دكتور شاطر اصلا هيرضى انه يعمل ختان، يعني حاجه مجرمه من نقابه الاطباء والوزاره ازاي هيعملها. ففي 2016 قامت الدنيا، قال لك لا احنا لازم نغير القانون من جنحه نخليه جنايه. ميزه الجنايه ان هي بقى اسمها جريمه، عشان كده قلت لك احنا مش هنقول عمليه الختان، هنقول جريمه الختان. وخلاص بقى اسمها، هي بقت جنايه، هي خلاص دلوقتي قانونيا هي جريمه لان هي بقت جنايه، زائد ان انت ما بقاش فيه عقوبه ماليه، هي بقت الحبس. فاول حاجه ان انا شددت الحبس. كام سنه يا دكتور؟ الحبس بتتكلم في حوالي فتره 7 سنين على الاقل. 7 سنين 7 سنين، الا طبعا لو في حالات ادى الى حالات الوفاه ده ممكن توصل ل 15 سنه. ده 7 سنين للطبيب. 7 سنين طبعا للطبيب. طب هل الاب او الام اللي خدوا البنت هل في عقوبه عليهم؟ عليهم عقوبه، وطبعا ده هنا فاتح باب للمناقشات، ان هو يقول لك يعني انت كده ان انت هتحبس الام او ان انت هتحبس الاب. انا بقول ان القانون لوحده طبعا مش كفايه. احنا محتاجين اللي اقوى من القانون. بنعمله النهارده، بنحاول التوعيه يعني. لان زي ما قلت لك في القناه الدينيه لما انا طلعت اتكلمت، هو كل الاراء هي نفسها. الناس عملت مداخلات تليفونيه، هم عملتوا القانون واحنا برضه هنعمل الختان.
هي الناس رايها كده. انت لان انت مفهمهم ان دي حاجه من الدين. اعتقد اللي يطلع في قناه يقول كده برضه لابد ان يجرب. خليني افاجئك ان انا كان في القناه الدينيه دي كانوا جايبين معايا في اول حلقه قالوا لي ده شيخ من الاواف، فانا قلت ده اكيد رايه هيبقى كويس جدا. اول كلمه قال لك الحكومه الازهر يهادن الحكومه وان هو الختام، يعني هم حتى جايبين لك شيخ، يعني لما قالوا لي شيخ من الاواف فانا قلت ده خلاص ده اكيد رايه. لا خلاص بيبقى راي لا الدولة. خالص، هو اول كلمه قال لك الازهر يهادن الحكومه وهو الختام من الدين الاسلامي، وهو بيهد القضيه. ما انا قلت لك، متخيل انت الجرعه اللي اخذها المواطن البسيط، ربع ساعه تقرير كامل كل شيوخ الدعوه السلفيه بيسمعها مره واحده. يعني هم جايبين طبيب محلل كده، يعني نقعد كده نخلي الحلقه كده فيها ايه؟ اما هو واخد فيها طرفين، قال يعني فيها طرفين بس هو حاطط الراي الديني. يعني هو حتى بعد الريبورتاج طبعا مكثف الراي التاني، مكثف جدا. هو بيقول لي طب حضرتك ايه رايك في الاراء دي؟ قلت له ماليش دعوه، انا ما اسمعش الا راي الازهر. هو الازهر قال ايه؟ يعني لو انت عاوز تقول لي راي الديني ايه، انا في الراي الديني هو مرجعيتي الوحيده هو الازهر. الازهر قال ان هو ملوش علاقه. هو انا الحقيقه انا اصريت النهارده ان الملعب اللي احنا هنتكلم فيه ملعب علمي، ملعب طبي، لان هذه القضيه قضيه طبيه. يمكن الكلام اللي احنا بنقوله التاني بندي حاجات منطقيه عشان نفهم الناس ان المساله الدينيه اللي انتم متوهمينها هي وهم، اسطوره. وبدليل اللي قاله دكتور عمرو ان السعوديه ما بتعملش، ان في مسيحيين مصريين مسيحيات مصريات بيعملوا كل الكلام ده. اعتقد انها فيها ردود افحام تماما، ومش عارف ازاي بعد كده بتقدر الامه وبيقدر الاب يفكروا في المساله دي. يعني انت كمان لما حصل حراك ان احنا هنغير القانون، ودي اهميه طبعا الحراك المجتمعي، ان الاعلام لما يبدا يتكلم والناس تبدا تتكلم هو ده اللي غير القانون. ظهر لك رايين اغرب من بعض، وكان 2 نواب في مجلس الشعب احنا جبنا راي فيهم اللي هو قال لك ان هو يؤيد تماما الختان بناتي مش عارف ايه، وان انت لازم تعمل ختان وهو ده اللي هيحمي البنات. وطبعا كانت المشكله ان هو دكتور وان هو في لجنه الصحه في مجلس الشعب، واحنا كاعضاء في المجلس القومي للمراه عملنا ساعتها جلسه استماع جوه مجلس الشعب، وكنا بنتكلم عن اضرار الختان ومشاكل الختان. وبعديها ظهر كان نائب تاني قال تصريح برضو اكثر صدمه، لما قال لك ان هو بيأيد الختان لسبب، قال لك الختان بيقلل الرغبه الجنسيه عند الست، وقال لك احنا رجالين. مش ده بتاع كشوف العذريه؟ لا ده كان هو بتاع كشوف العذريه، بتاع كشوف العذريه. بس هو كان قال ساعتها جمله كان فضيحه واتنشرت في الصحف العالميه، قال لك والرجاله قبل ما ناخدها بس يا دكتور عمرو هناخد فاصل، بس هنستكمل اللي بيقوله الدكتور عمرو حسن، وهنقول كمان الناس اللي ممكن تروح وتقول للدكتور عمرو ايه، احنا هنشيل حته صغيره بس القمه الصغيره يعني مش هنضر. هنشوف الاجابه وهنستكمل مع ضيفي عن جريمه ختان الاناث بعد الفاصل. انت الاهم، قولي لا. دكتور عمرو حسن كان صاحب هاتين المبادرتين، والحقيقه فتحت الباب لمظاهر كتير جدا جدا من مظاهر العنف ضد المرأة، وكان البصمة الكبيرة اللي فيها وأخطر هذه المظاهر وأعنفها هو جريمة ختان الإناث. قبل الفاصل طرحت على الدكتور عمرو سؤال بيدور على يعني أو بيقال على ألسنة ستات كتير قوي، الأمهات والجدات احنا يا سيدي مش هنشيله كله، ده احنا يعني حاجة صغيرة كده. ردك ايه؟ ردي ان حاجة ملهاش داعي طبي ما بنعملهاش. ردي ان هي بنتك مش محتاجة اصلا انك توريها الدكتور. يعني الجملة اللي اتقالت ده مش مرض، ده مش مرض. فجملة ان انت تقول لا احنا هنعرض بناتنا على الدكتور، طب ما اناش ضمني، ما ممكن الدكتور اللي انت بتعرضيه ده هو مقتنع بالختان، ما هو في دكاترة عنده مرجعيته اللي بتخليه شايف ان الختان ده جزء من الدين. ما هو زي ما المرجعيه او الثقافه دي طلعت لك شيخ مقتنع ان الختان من الدين، وطلعت لك واحد عاوز يعمل لبنته ختان، هتطلع لي برضه دكتور عاوز يعمل ختان ومقتنع ان هو كده بيفيد الدين. يعني ممكن الدكتور يعمل الختان لسببين، يا اما عنده قناعه دينيه يا اما قناعه بالفلوس ان هي في الاخر حاجه بسيطه يعملها. فيبقى احنا دورنا في التوعيه، ان انا اقول لا اصلا مش محتاج ان انا اشوف بنتك، ومش هنشيل لا حاجه صغيره ولا حاجه كبيره. اصلا الموضوع مرفوض اصلا ان انا ابص عليها. يعني جمله انك تقول ان انت تودي بنتك للدكتور وهو يقول، انت بتفتحي باب للشيطان. يعني الحسم عندك هو الحل. الحسم ان هو لا، مفيش حاجه اسمها مفيش بقى الا 5
لا شويه مفيش انفصال. مفيش اصلا ان انا اشوفها. يعني انا بقول لها ما تجيبيش بنتك. يعني جمله ان انت طب نشوف ونحدد، لا انت نشوف ونحدد. انت زي ما قلت لك فتحنا باب للشيطان، فتحت باب ان ممكن الدكتوره دي تكون هي مقتنعه ان هي تعمل ختان، فهي تقول لك هنعمل ختان. طب انا مش عارفني، ما الدكتوره ممكن تبقى شايفه ان الحته دي فعلا كبيره، طب بدماغها هي فتشيل حته صغيره تشيل حته كبيره، هي باعتقادها. فانت بتظلمي بنتك لما توديها لدكتور وتفتكري ان الدكتور هو اللي هيقول لك نشيل حته صغيره ولا حته كبيره. من الاول الموضوع مرفوض، نقفل الباب. تمام. تطبيب ختان الاناث هو اخطر ما يحدث في مصر، هو اللي مأخر المساله كتير جدا، الى جانب الاراء الدينيه اللي بتتغلغل في جسد المجتمع، خاصه في قرى الدلتا وقرى الصعيد. هل دكتور عمرو بيطالب بان العقوبه تبقى اكتر على الطبيب؟ يعني نعمل ايه مع الاطباء اللي بيجروا ختان الاناث؟ لازم يبقى في تشديد رهيب من وزاره الصحه على كل الاماكن. يعني هسالك سؤال، هي المستشفى اللي في السويس اللي البنت هتعمل لها فيها ختان، هل يا ترى دي اول جريمه ختان تتعمل في المستشفى دي؟ تتعمل يومي. طب وهل يا ترى مديريه الصحه مش عارفه ان المستشفى دي بتعمل صبح وليل؟ اكيد. ما هو بما ان الام راحت المستشفى دي، يبقى كل العوام، كل الناس اللي في المنطقه عارفه ان المستشفى دي والدكتوره دي بيعملوا ختان. طب هو كل الناس عارفه والمديريه الصحه اللي في المكان ده مش عارفه؟ يبقى لازم يبقى في تشديد. انا ما استناش لغايه ما واحده تموت فنبدا ان احنا ندور. يعني دايما في مصر بتتحرك متاخر، مثلا واحد يموت في كافيه فنروح نقفل الكافيهات. لا، هو مش ده الحل. هو انت اعمل تشديد، راقب على كل المستشفيات، راقب على العيادات الخاصه، اعرف هو في المستشفيات بيتعمل ايه. ما هو في لسته بتتكتب في العمليات، هو المستشفى دي كل يوم بتعمل عمليات ايه. بما ان الست عرفت المستشفى دي بتعمل ختان، يبقى ريحتها فايحه. فيبقى دور الوزاره. وبالنسبه للعيادات وحتى العيادات الخاصه، يعني اكتر الختان بيتعمل في عيادات مش في مستشفيات. في المستشفى بس المنت مايار دي زي ما قلت لك هي مات في المستشفى. حتى العيادات الخاصه دايما يبقى في رقابه دوريه، ونعرف اللي فاتح عياده دي هي اصلا هي دكتوره ولا لا. طب هي معاها شهادات ايه؟ طب اللي مكتوب على اليافطه ده حقيقي ولا ان هو تزوير؟ فمحتاجين تفعيل اكتر لدور وزاره الصحه. يعني دايما مش نفسي ان احنا المجرم نذبحه، على قد ما انا اصلا همنع الجريمه من الاول. امنع الجريمه من الاول ان انت تراقب كل مصادر الجريمه، ان انا هشدد ان ما يبقاش في حاجه غلط. مفيش مستشفى تفتح الا لما يكون ورقه مظبوط، واتاكد ان الدكاتره اللي موجودين دول الدكاتره وفعلا معاهم شهادات. حتى العيادات الخاصه دايما يبقى في رقابه دوريه عليهم. لو قدرت تعمل كده انا بقفل اصلا الابواب على ان اي دكتور يقدر ان هو يفتح عياده بسهوله. لا، مفيش حد هيفتح الا لما اكون متاكد ان هو دكتور. فيبقى تشديد العقوبه الحل، بس الحل اللي قبليه انك تصعب الموضوع اصلا تصعب الموضوع على المستشفيات وعلى العيادات. يبقى في رقابه صارمه، وده دور حقيقه وزاره الصحه. ان هو مش اي حد يقدر يفتح عياده، مش اي حد يفتح مستشفى، مش اي حاجه تتعمل في بير السلم، لازم يبقى في رقابه اكتر. طب المصيبه الكبرى بقى ان في ناس تقول ايه ده الزوج اللي عايز كده. يعني في الخطوبات بقى وانت عارف مشكله العنوسه الرهيبه اللي في مصر. فالست بتفكر، الام بتقول ازواج كتيره بيبقوا عايزين الست زوجاتهم مختونات وده مكبر المساله. ردك ايه على المساله دي، او نحلها ازاي؟ حلها بالتوعيه، ان انا افهمك ان انت لو اتجوزت واحده مختنه انت مش هتبقى سعيد في حياتك، ولو انت بتعمل كده بدافع العفه انا اقول لك بعد شويه انت هتهرب من مراتك وهتنحرف، وانت اللي هتروح تدور هنا وهنا وهنا. فيبقى ان احنا نوصل التوعيه. يعني دايما التوعيه اقوى من القانون. انا لو انا وعيت الناس كلها مش محتاج قانون اصلا، ما حدش هيعمل ختان لو انا وعيت الناس. فلو انا وصلت المعلومه ليك من وانت شاب جامعي مثلا، ان انت لو اتجوزت واحده مختنه انت مش هتبقى سعيد، بالعكس انت هتبقى مضرور، واللي انت فاكرها ميزه هتكتشف بعد شويه من الجواز ان ده عيب. هيقدر يحل لنا جزء كبير. فالتوعيه ليها منابر كتير. يعني الاعلام هنا اللي احنا بنعمله النهارده ده عبقري. فكره التوعيه من خلال الاعلام، سواء بقى كل انواع الاعلام، ده مهم. التوعيه يا ريت حتى في المدارس. يعني دايما عندي جمله شايف ان احنا في مصر الناس فعلا مظلومه. انت بتسيب الناس لغايه ما يجي لها الضغط والسكر والقلب، وبعد كده هي عاوزه تشحت عشان تجيب العلاج. طب ما نوعيهم وادي له القرار. انا بقول له الضغط والسكر والقلب هيحصلوا ازاي، وانت ممكن عاوز تبقى مريض قلب، خلاص عك واشرب سجاير ولخبط في الاكل وخلي وزنك زياده. يعني ادي الناس الفرصه. حتى في تنظيم الاسره انت تسيب الناس يخلفوا بالسبعه 8 وانت مش قايل لهم يعني ايه تنظيم اسره ولا اهميته ولا مضايق عليهم ولا قلت بعد الطفل الثالث مش عارف هشيل دعم، هخليك تعمل مصاريف المدرسه، ولا كأن. هو غير حتى التضييق، في ناس عاديه فعلا هو مش عاوز يجيب كل العيالات دي، بس هو مش فاهم، هو مش عارف يعمل ايه. الست مش عارفه وسائل منع الحمل تستخدم امتى وازاي
ده قصه كبيره الحقيقه. فكل المشاكل دي هتتحل بالتوعيه الصحيه. بالتوعيه. يا ريت يا عادل ننزل الموقع تاني، ويا ريت نتواصل او اي حد يتواصل اي سؤال في مظاهر العنف ضد المرأة اللي موجودة كتير قوي 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 قوي، مش الختان بس، ختان، تحرش، زواج مبكر، كل هذه المظاهر. تواصلوا مع دكتور عمرو حسن، مدرس واستشاري النساء والتوليد والعقم بطب القاهرة، والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة. أنت الأهم، قولي لا. بشكرك جزيل الشكر على يعني ان انت بتعمل عمل اجتماعي، لا هو يعني هيدر عليك لا ربح ولا مكسب ولا هيدر هجوم. وهيدر هجوم، وانا عارف الهجوم اللي بيحصل، لكن الحقيقه الاهم ان انت بتعمل دور اجتماعي لبلدك ولوطنك، لانك عارف ان البلد دي بايدك وبايد الاخرين المستنيرين اللي عايزين يعملوا حاجه للبلد فعلا. بكرر جزيل الشكر لدكتور عمرو حسن. اشكر حضرتك. والسبت القادم لقاء جديد معكم وحصه قراءه جديده.